اول حاجه بقى النهارده بقى دخلت المطبخ عشان اجهز صينيه مشاوي كده، وانبهار انبهار في الطعم. محضره بقى معايا كل حاجه دلوقتي، بس قبل ما هبدا قلت اعمل العصير بتاعنا. الدوم، حطيت الحله على النار وحطيت الدوم وحطيت السكر، وانا كنت بوريكم مجهزه ميه للممبار، هسلق فيه الممبار. وطبعا انا هفضل اقلب فيه لحد ما يتكرمل، وبعدين هنزل بالميه عامله الحله دي كلها ميه. الدوم ده انا جايباه ب20 جنيه من العطار، وهسيبه يغلي، وبعد كده هصفيه واحطه في التلاجة. وبعدين احط الخضار ده يتشوي في الفرن. وبعد كده هحضر بقى خلطة المشاوي. طماطم وبصل. انا هعمل كفتة مشوية وبانيه مشوي. هحط بقى البصل والتوابل بتاعتك اللي انت بتحبيها في الكفتة، في اكلك يعني. حطيت انا بابريكا، فلفل اسود، وطبعا هحط الملح وحبة ماجي وحبة حبهان. واللي يشوفني او يتفرج عليا يا ريت يحط لي لايك، والله بنعمل مجهود شاق جدا عشان خاطر الفيديو نجمعه مع بعض ونمنتجه، فيا ريت تقدروني. دلوقتي انا هحط الملح برضو، هضربهم ضربة كده مع بعضيهم، هنعمهم خالص عشان انا هسيبهم شوية. هنزل منهم المية، وهاخد التفل بتاع البصل هحطه في اللحمة المفرومة اللي انا هعملها كفتة. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي اللايك. خدت كده المية، حطيت البانيه. انا جايبه البانيه قطع صدور، وانا قطعتها على مزاجي انا، القطعة اللي انا محتاجاها. بعد كده بقى هنزل بالبصل. هنزل بيه في اللحمه المفرومه، وكنت مجهزه معلقتين كبار او نص الكيس اللي انا بجيبه ب5 جنيه من العطار فول الصويا، وكنت نقعاه ومصفياه. وطبعا هحط التوابل. انا حاطه التوابل اوريدي بس انا نسيت. هقلبهم في بعض كده، وبعد كده هاخدهم على الكبه، هضربهم وشين مع بعضيهم عشان انعم، واخلط اللحمه بالبصل بالفول الصويا، وانعمهم كده يبقوا فيهم فتل كده. هو كده اللحمه بتاعتك بتطلع كويسه بتاعت الكفته. واللي وصل معايا لحد هنا يعمل لي اللايك. طبعا الصينيه دي انا بسميها صينيه حضرموت. فعلا فعلا انا انبهرت بالطعم والله العظيم. هنا كنت نسيت حته اللية، كنت عايزه احط ليا في البدايه بس نسيتها. رحت واخده حته وقسمتها كده اهوت، ضربتهم كده بايدي الاول، قلبتهم، وبعدين هرجع تاني احطهم في الكبه، وهضربهم ضربه كويسه مع بعضيهم. ان انا بنفض ايدي كده بين اللحمه عشان خاطر هحط الغطا ما يبقاش ايدي مش نضيفه. بعد كده هكفتت. طبعا انا ما عنديش ميه البصل، خدتها للبانيه. هحط ايدي فيها ميه، فيها زيت، وهحط في الطاسه ديت. وبعد كده انا هسويها على النار البوتاجاز من فوق، مش هدخلها الفرن، هسوي من فوق. هعلي عليها النار وبعدين هدي اسوي وبعدين اعلي. تكفتتي بقى كل الكميه. يا رب الوصفة دي تعجبكم وجربوها، وان شاء الله ان شاء الله هتظبط معاكم، والطعم والله انبهار انبهار. بزود ايدي تاني زيت عشان اكمل الكفتة في السيخ عشان ما تلزقش في ايدي. انا عارفة ان الفيديو طويل عليكم، بس استحملوني شوية. بعد كده بغطيها واعلي النار وبعدين اوطي. بعد كده بقى نيجي في لسلطه المشاوي. اشيل القشر بتاع الطماطم والفلفل،
وهضربهم بقى بشوية خل وليمونة وملح طبعا. السلطة ديت بتتعمل في المطاعم الكبيرة، طعمها جبار بصراحة. كان ممكن اعمل اشوي الخضار ده على النار من فوق بشوية زيت، بس انا سهلت نفسي عشان انجز ودخلته في الفرن على شغلت الشواية من فوق وبقيت اقلب فيهم. واللي عايز ينجز برضو في وقته وعنده وقت بيحط على النار شوية زيت ويشوي الخضار دوت، وبعدين نحط الليمون ونحط الملح والتوابل بتاعتنا، الخل والليمون والملح والكمون. بعد كده بقى هعمل سلطة بابا غنوج. ده بتنجان كان عندي متقطع في التلاجة، قلت اعيد تدويره، قليته وهشيل كده القشرة بتاعته، وهنزل برضو بالطحينة، وهنزل بالملح والكمون وشوية خل. انا بشتغل بايديا عادي يا جماعه، محدش يعلق عليا. والثوم. بعد كده الكفته خلصت، بصوا طريه ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، جميله، كانت تحفه. دلوقتي انا بحطهم في طبق لوحدهم عشان هوريكم هيحصل بعد كده خدت بقى كام واحده فلفلايه كده في الطاسه، شويتهم قبل ما احط البانيه، وحطيت زيت، وبعد كده شويت البانيه برضو نديهم صدمه نار عاليه، وبعد كده نوطي عليهم، وبعدين نقلب فيهم بنار عالية برضو. حكاية الطعم، حكاية، والتتبيلة في نفس اليوم. انا مجرد بس ما خلصت الحاجة اللي قدامي، والله الطعم حكاية، انبهار انبهار بجد، انا ما صدقتش نفسي في طعمهم. قلبي بقى، قلبي كل الكمية، ولو عوزت زيت الطاسه نشفت حط شويه زيت. حتى في الاخر انا جيت برضو حطيت شويه زيت عشان يبقى الطعم الطراوه بتاعت البانيه كده طريه ومشوي تحفه. نقلبهم في بعض كده كده. شويت البانيه، نيجي بقى للرز، نحط شويه زيت وحبايهان كده اهوت فص وعيدان قرفه، لو عندك ناعمه حطي، وحطي بتاع دوت ليمونه وقرنفل، وما تاخدوش بالكم بقى ان المقشه باينه، وحبه كركم وكاري، فلفل اسود كانوا اخر حبه حطيتهم، حبه ماجي بقى كبار كده حلوين. انا ادي حطيت القرفه، انا بشتغل عادي، واي حاجه بتبان معاكم انتوا اهلي وصحابي، ما بتكسفش منكم. وحبه توابل كبسه، اللي عنده يحط واللي ما عندوش خلاص. بعد كده اديهم تشويحه وانزل بالميه المناسبه اللي انت عامله فيها الرز. طبعا انا نقع الرز، انا نسيت كنت هغطي، وبعدين حطيت الملح. لازم تظبطي ملحك قبل ما تحطي الرز عشان الرز ما بيتقلبش. بعد كده بقى تجيب الرز المنقوع وتوطي عليه. بعد كده بسلق الممبار، انا دايما اقول عليه سجق يا جماعه، ما حدش ياخد بكلامي. الممبار بسلقه، كان جاهز عندي، وكنت طبعا عامله مع الاكل دوت سمبوسه وقلياها. بعد كده الفحم حطيته في حله كبيره، واحط في الحله طبق يكون يستحمل الازاز، يستحمل السخونيه. وبعد كده نحط طاسه مناسبه،
ماشي. انا حطيت فحم كتير عشان يفحم كتير قوي، عشان يدي الطعم التست العالي بتاع المحلات. بعد كده حطيت البتاع دوت، بجرب كنت بجرب المصفى، وبعد كده شلتها حطيت المشويات، وبعد كده ايه حطيت زيت الاول ونزلت بالمصفى وبعد كده غطيت بقى، سبتهم لما ايه الدخان ده خلص خالص. شوفوا شايفين ازاي. بعد كده بحط بقى بجهز الصينيه. انبهار وانا بجهزها كده، كنت مبسوطه جدا وفرحانه. يعني ما اقولكمش الصينيه دي بتتجاب من حضرموت بقد ايه، يعني مش اقل الصينيه دي من 1000 جنيه. بصوا بقى عملتوها في البيت وبأقل التكلفه ازاي، وتنفع للعزومات، تشرفك جدا. انبهار انبهار. بص انا بضحك ازاي لانها تحفه بجد، تحفه مع سلطه المشويات مع بابا غنوج. الصينيه انبهار انبهار والله. حطوا لي لايك بقى يا جماعه، شجعوني. بصوا المنظر الجامد ده. حطيت بقى شويه انا مبسوطه. زبيب ولوز بقى كنت مقشراه وحطاه في حته سمنه عشان الاكل ده هيتاكل منه اغلى الناس عليا. بصوا انبهار، بكلمكم انبهار، بس انتم مش سامعين صوتي طبعا، انا كاتمه الصوت وانا بتكلم بعد الفيديو دوت. بصوا المنظر، والنبي بالله عليكم كده لا تشجيع منكم حلوه ولايك واشتراك في القناه. بصوا الشكل تجاب بكام دي بقى من حضرموت. بصوا والنبي لا تشجيع. وبعدين الفيديو الاكل ده انا عاملاه يعني مبسوطه، عشان انا في ناس غاليه عليا كانت هتاكل من الاكل دوت، فعاملاه كده وانا فرحانه. فبنعمله حاجه ثانيه شطاره برضه يعني.